السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في الدونتس القمر ده؟ طعمه عايزه اقول لكم ما شاء الله يعني. طبعا والشكل بيتكلم لوحده. ده طبعا لان زين ابن حفيدي طلب مني الدونتس، وعلى طول على طول ما ترددش وقلت اعمله له على طول. وطلع ما شاء الله قمر زيه كده بالظبط. تعالوا نشوف بقى نعمله مع بعض ازاي. بس نخش على الوصفه بتاعتنا، ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس. تعالوا نقول بسم الله. كان معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق، معايا معلقه كبيره من الخميره، معلقتين من السكر، معايا بيضايه فانيليا، كوبايه من اللبن، رشة ملح، معلقة من الخل. وكان معايا هنا الزبدة زي ما انتم شايفين حوالي، انا كان معايا ربع نص كوباية، هاخد منها ربع كوباية. تمام. بس زي ما انتم شايفين كده نزلنا كده برشة الملح. رشة الملح نزلنا بيها كده على الدقيق. كمان نزلنا مع نص معلقة بس من البيكنج باودر على الدقيق. هقلبه كله مع بعض. هنا بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين انا بولة هنا نزلت فيها كده باللبن والسكر والخميرة. لبن دافي طبعا، كوباية من اللبن الدافي. هقلبهم مع بعض كويس جدا جدا لحد ما اتاكد ان السكر بتاعنا داب تماما. بعد كده هنزل بالبضايه وهنزل بالفانيليا وهقلب كويس جدا جدا. واول ما اقلبه كله يمتزج مع بعضه كده، هنزل كمان ما شاء الله كده معانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. هننزل بمعلقه الخل. تمام. بعد كده نقلبهم مع بعض شويه بقى، وهنزل على طول بالدقيق. انا هسيبهم شويه لو انا مش متاكده من الخميره بتاعتي، لكن انا الخميره بتاعتي صراحه متاكده منها لان كنت لسه عامله بيها. آه وكانت حلوه ما شاء الله، فعشان كده اشتغلت على طول نزلت بالدقيق. انا مش هقلب بايدي، انا هقلب كده زي ما انتم شايفين كده بال بالويسك بتاعنا او بالمضرب بتاعنا. شايفين زين قاعد جنبي، كان كل طول ما انا قاعده طالما انا بعمل الدونس اللي هو عايزه فقاعد جنبي طبعا. بس العجينة شايفين زي ما انتم شايفين كده خفيفة جدا، يعني طرية جدا جدا. انا مش عايزاها اكتر من كده. اوعوا تضيفوا دقيق، انا عايزاها كده اهوت، وعايزاها تكون بالثوم كده ما شاء الله كده، لاني انا هشتغل بيها دلوقتي هتبقى معاكم كويسة جدا جدا. بس هنخدمها دلوقتي. انا خلصتها زي ما انتم شايفين كده، هي خفيفة جدا والعجينة بتاعتنا بتلزق جدا جدا جدا. انا عايزاها كده، غطيتها بورق استرتش راب وسبتها حوالي 10 دقايق. بعد كده رجعت تاني عجينها عجنة تانية، بس بعد ما اضيف ليها الزبدة بتاعتنا. تمام. انتوا شايفين انا نزلت بالزبدة بتاعتنا. الزبدة طبعا لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش تكون زبدة يعني جامدة كده جاية من التلاجة. بصوا بقى العجينة هتتقطع معانا خالص ازاي بقى. ما تقلقوش خالص، اعجنوا فيها طول ما انتوا بتعجنوا فيها. هي هتديكوا احسن نتيجة واجمل نتيجة ما شاء الله. عايزة اقول لكم الدونات كان مش قادرة اقول لكم هش جدا قطن كده. هوريلكم كمان بعد ما اطلعه من الطاسه واوريكم ما شاء الله. شايفين العجينه؟ اعجنيها كويس جدا، اخدمي العجينه كويس تديكي احسن، او تديكي يعني اطعم معجنات، وهتديكي اطرى معجنات. شايفين انا كده بالفتله بتاعتي كده بلم بيها العجينه كده من على الحروف بتاع الطبق او من على حواف الطبق كده، وهغطيها وهسيبها تاني شويه تاني. شايفين ما شاء الله. بعد كده شويه هرجع لها تاني برضو 10 دقايق وهرجع لها تاني. عايزه اقول لكم طول ما احنا بنريح العجينه كده يا جماعه ونسيبها ترتاح كده. شايفين زين بقى ما شاء الله قاعد جنبي ازاي. كل ما اسيبها 10 دقايق ترتاح طبعا بتدينا نتيجه حلوه جدا جدا للعجينه. العجينه بتشرب كده من بعضها. شايفين العجينه بقت ما شاء الله ازاي. هي بتلزق، لكن انا عايزاها بتلزق كده علشان تدينا طراوه للعجينه. كل ما العجينه تكون بتلزق معانا تدينا طراوه العجينه. هنا دهنت الوش بتاعها زيت زي ما انتم شايفين كده، واغطيها بقى بالاسترتش واغطيها بالفوطه كده واسيبها لحد ما تخمر معانا. طبعا هي مش هتاخد معانا حاجه لان هي اصلا كميه الدقيق صغيره، لكن ما شاء الله هتدينا كميه محترمه جدا جدا. شايفين بقى خمرت معانا. انا ما سبتهاش لانها تخمر للاخر، لان انا كده ولا كده هستنى لحد يعني بعد ما بشكلها بسيبها تخمر كمان مره تاني. تمام. انا هغطي باقي العجينه بقى وهسيبها رشة دقيق بسيطة جدا 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 على على البنك بتاعنا او على الرخامة بتاعتكم او زي ما بتفردوا. هتشوفوا هتفردوا على ايه. واللي وصل معانا لحد هنا من الفيديو يا ريت ما ينساش اللايك والشير وتفعيل الجرس يا جماعة عشان يوصلكم منا كل جديد. شايفين العجينة عشان ما شاء الله طرية جدا. شايفين ما شاء الله تحفة جدا بصراحة ربنا. العجينة الله اكبر عليها حلوة جدا.
هنا بقى خلاص كده انا فرتها بالسمك ده، وانا مش عايزاها سميكه جدا ومش عايزاها رقيقه جدا، لان هي هتخمر تاني لو يعني سيبنا العجينه بسمك زياده، يعني الوحدات الدوناتس هتبقى معانا عاليه جدا جدا. هنا بقى خلاص كده فردتها، كان معايا هنا المقطعه بتاعه الدوناتس ديت. ولو مش متوفره عندكم عادي باي كوبايه او طبق كده بالحجم اللي انتوا عايزينه، وغطى الازازه بتاعه الحاجه الساقعه ديت واعملوها. لكن انا عندي صراحه ربنا اللي قطعها فعملت بيها زي ما انتوا شايفين كده. دي بتسهل عنا الدنيا بصراحة، وهي مش غالية ابدا يعني. كده بقى هشيل العجين اللي حواليها دون. طبعا العجين ده انا طبعا هلمه تاني وهشتغله تاني من اول وجديد تاني. انا بقى عندي هنا ورق زبدة. ورق الزبدة صراحة ربنا اللي من دول يعني مش قادرة اقول لكم زي قلته بصراحة، زي قلته. عملت ايه بقى؟ كنت برش كده على ورق الزبدة، لاني حطيت واحدة لقيتهم لزقت خالص على في الورقة. حتى جبت ورقة ودهنتها زيت، برضه لقيتها لزقت فيها العجينة، أنا مش عارفة إزاي يعني. فبقيت أعمل إيه بقى؟ بقيت أرش الورق كمان دي وأنزل عليه كده على طول بالعجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. شايفين ما شاء الله كده. دي الكمية بس من نص العجينة الأولانية اللي خدتها، لسه هكمل بقيتها كمان. دلوقتي زي ما انتوا شايفين الطاسة على النار فيها زيت، يا ريت الزيت ما يكونش سخن جدا. شايفين يعني أنا لما بنزل بيه كده بقطعة العجين، بص مش مقدوح، أو هو سخن لكن مش مقدوح. شايفين ما شاء الله. أنا بقى بحب دول أوي، عاملين زي الزلابية كده، حلوة جدا. برش عليها قرفة وسكر زي ما بعمل في السينابون كده، سكر خشن وقرفة، وبنزل بيهم كده بيبقى طعمهم حلو جدا وخفيفة كمان جدا في الأكل. تمام. هنا بقى زي ما انتم شايفين بوريكم اهو. هنا بقى دلوقتي هنزل بالسينابون بتاعنا كده. لما احنا يعني حطها على الورقه كده، الورقه اسهل كتير لينا، بنشيلها بتدينا نفس الشكل. شايفين بقى السينابون بتاعنا عشان يطلع، وتعرفوا السينابون برضه عمال اقول السينابون، الدوناتس بتاعنا علشان خاطر يطلع مظبوط معانا ويطلع يعني صح الصح، لازم تعلقوا فيه الخط الابيض اللي فاصل بين الطبقه اللي فوق لتحت. طول ما في الخط الابيض ده اعرفوا ان الدوناتس بتاعكم صح جدا جدا. ايه بقى اللي بيخلي الخط ده كده؟ ده لان العجينه مظبوطه، ولان التسويه مظبوطه جدا. شايفين الخط الابيض ده؟ هو ده كده اعرفوا ان الدوناتس بتاعنا تمام جدا جدا. دي بقى اللي باخد كمان حته من العجينه زي ما انتوا شايفين كده اهو، هفردها. وبرده مش هديها سمك عالي قوي ولا سمك بتاعها رفيع جدا، وبالقطعه واقطعها كده زي ما انتوا شايفين. وكل ما اطلع العجينه اللي حواليها دي برجع تاني اكورها كده، بلمها ببعضها واكورها واسيبها كده واغطيها شويه ترتاح، بعد كده اشكلها تاني بتفرد معانا بكل سهوله خالص. دي الكميه كلها التانية اللي طلعت اهي ما شاء الله. هي عملت كميه كتير ما شاء الله، يعني هي اي نعم كوبايتين الا ربع من الدقيق، لكن ما شاء الله رمت كتير جدا جدا معانا. اللهم بارك يعني الحمد لله. بس زي ما انتوا شايفين كده، دي بقى الكميه اللي طلعت تاني كده. كنت خلصت خلاص العجين، هقليها تاني زي ما انتوا شايفين اهو. اعملوا بقى الحاجه من اللي انتوا عايزينها. لو انتوا عايزينها حجم اكبر من اللي انا عاملاه دون، اعملوها بكوبايه من عندكم او على طبق، لكن انا شايفه ان الحجم ده مناسب جدا. شايفين ما شاء الله، مجرد ما بتنزل في الزيت بتحمر على طول، مع ان الزيت بتاعنا ما هو سخن جدا. ما انا كل ما الاقي الزيت بتاعنا سخن قوي، اروح شايله كده رافعه الطاسه من على النار شويه. بس شايفين الخط الابيض دون تحفه جدا كده. انا طول ما خلاص الدوناتس، واحد دوناتس معايا وشفت الخط الابيض فيها كده، بعرف ان الدنيا تمام، وبعرف ان ما شاء الله الدوناتس بتاعنا يطلع هش وحلو جدا وجميل معانا. هوريلكم دلوقتي بعد ما اطلعهم كلهم كده، هوريكم ما شاء الله. ده بقى انا عملت الشكل ده عشان ده انا هحشيه من جوه. احشي بقى زي ما انت عايزه. انا هحشيه شوكولاته وهحشيه اللهم صل على النبي، وهحشي صوص فراولة. اي حاجة انتوا عايزين تحشوا، صوص كراميل احشوها، عايزين تحشوها نوتيلا احشوها زي ما انتوا عايزين. مش هتقول لكم لا ابدا. ما شاء الله العجينة خفيفة جدا. شايفين بتطلع؟ شايفين اللهم بارك بتعلى معانا وهشه خالص ازاي. بس كده هنرفعهم بقى كلهم كده من على النار، هنشيلهم. ما بياخدوش حاجه زي ما قلت لكم، وهشين جدا يعني. انت ما تمسكيها كده ما فيش يعني وزن الريشه، ما فيش اي حاجه خالص. خلصت كل الكميه بقى ما شاء الله. شايفين الكميه دي؟ اللهم بارك تحفه جدا. بصوا بوريكم هشه جدا. شايفين بقى؟ انا هوريكم دلوقتي الدونات بتاعنا قطني كده. بصوا شايفين؟ بصوا كده انا بلمه وبيرجع تاني زي ما هو ازاي كده. خلاص هو قطني جدا. شايفين الخط الابيض تحفه جدا ازاي؟ ودي اللي عامله زي الزلابيه دي. بس كده. انا دلوقتي عندنا شوكولاته انا مسيحاها على البخار.
ازين بيها كده. بس والله للاسف يعني انا كانت الكاميرا عندي التليفون كان فصل وانا شغاله يعني، وكل ده انا في دماغي ان انا بصور، اتفاجئت ان الكاميرا واقف، التليفون واقف اساسا فاصل خالص بصراحه يعني، كان فصل شحن. عشان كده اضطريت حتى اصور بالتليفون التاني بتاع ابني دون، وحتى تاخدوا بالكم من التصوير هتلاقي التصوير ده غير التصوير بتاع تليفوني. هنا بقى زي ما انتم شايفين باي حاجه كده هعمل تجويفه كده جوه الدوناتس بتاعنا. دي الايد بتاعت المعلقه الخشب، المعلقه الخشب بتاعتنا كده بحاول ان انا اوسع من جوه كده زي ما انت عايزه. عايزه بس تعملي بس ثقب صغير كده تحشيها، عايزه تعمليها تمليها من جوه. انا كنت ما شاء الله يعني عملت لها فجوه كبيره. هنا بقى كيس اللي هو بتاع الاستخدام المره الواحده دون، نزلت بيه عملت بيه شوكولاته، ده جناش شوكولاته بس تقيل شويه، ونزلت بيه زي ما انتم شايفين كده بحشي بيه الدوناتس بتاعنا القمر الجميل ده. تحفه جدا شايفين، وطعمه والله يا جماعه حلو جدا. عايزه اقول لكم بقى انا اكتر حاجه عجبتني او اكتر نوع عجبني فيهم بصراحه ربنا اللي هو بالقرفه، خفيف جدا جدا. كمان اللي بتاع المربى حلو وخفيف برضو جدا ما شاء الله يعني. إيه زي ما انتوا عايزين بقى ابدعوا زي ما انتوا عايزين، اهم حاجه ان العجينه تطلع معانا تمام. بعد كده اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، تحشوه زي ما انتوا عايزين، تزينوه زي ما انتوا عايزين. انا عملت زي ما انتوا شايفين كده بالشوكولاته، دي الشوكولاته البيضه كده زينتها بالشكل ده كده. ودي زي ما بصوا بقى شايفين بقى، واو، ايه رايكم؟ تحفه تحفه تحفه. كمان عملنا بالقرفة، يعني عملت منها شايف كل الكمية دي ما شاء الله يعني تحفة جدا يعني. اللهم بارك. شايفين دي بقى اللي انا عامله بالقرفة، كل الكمية دي طلعوا من ايه، من كوبايتين الا ربع من الدقيق، طلعوا معانا كل الكمية الجميلة دي ما شاء الله يعني. انا بقى هعمل بقى معملهم بالقرفة، اعملهم بالقرفة كده، هنزل بيهم كده في قلب القرفة بالسكر كده وهقلبهم، وزي ما انتم شايفين هيديكوا الشكل اللي جاي ده تحفة اهو. حلو جدا يا جماعة، جربوه. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس ودعوة حلوة من القلب كده، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.